هذه اللي في الصورة سميتها شهرزاد، مؤثرة وطباخة جزائرية. هاد الأيامات نايضة عليها الروينة ديال بصح، لأنها في واحد المعارض في فرنسا قدمت طبق ديال السلو المغربي على أنه جزائري. وهنايا غيدخلوا أصحاب الجالية المغربية في فرنسا وقدموا شكاية للمعرض اللي بالدور ديالهم حيدوا طبق سلو من ديك المعرض واعتذروا للمغاربه على هذا السوء التفاهم اللي كان، لانها هي كتبت عليهم ودارت لهم المشاكل. وبعد ذلك خرجات بهذا اللايف هذا اللي كتقول فيه فوقاش زعما غينتهيو المشاكل والحروبات بين المغرب والجزائر، واللي بغيت نقول لها غيتسالاو هاد الحروب الالكترونيه هذه نهار تحبسوا من السرقه ديال التراث ديالنا والمطبخ ديالنا وعمركم غتكونوا مغاربه. سمعوا شنو قالت. وفي هذا الفيديو هذا خرجت كتقول لهم ان العالم فيه مشاكل كبر واكبر من اننا ندابزوا على سلواش مغربي ولا جزائري. يعني ديما كيديروا هاد النهج هذا باش يشفروا لنا المطبخ ديالنا، كيبغيو يصغروا من المطبخ ديالنا. يعني راه ماشي شي حاجه واخا زعما كاع ناخذوا زعما شنو وقع كاع. وهنايا في هذا الفيديو عاوتاني كتقول لك زعما شنو هو هاد السلو كاع، راه جاي طحين محروق وفيه الفخويسك، ولا لا فاش غير فارين او محروقه وفيها غير الفخويسك اش داك لي dans ce monde et dans la vie pour aller menacer pour de la farine grillée avec des fruits secs. C'est presque une blague. Là, c'est une blague de mauvais goût. C'est de la farine grillée avec des fruits secs. On ajoutera que c'est illégal de menacer les... Pathétique. Wallah, je trouve pas les mots en fait. Je sais pas quoi dire. C'est drôle.